اهلا وسهلا بيكم في كوره تتش. معاكم مصطفى احمد من كوره تتش. النهارده هنتكلم على ماتش الاهلي والعين الاماراتي. هنحلل الماتش ده. الاهلي فيه عمل جيم رائع جدا، بس الاول هنبدا بتشكيل الاهلي اللي مكون من في حراسه المرمى محمد الشناوي، قدامه خط الدفاع من الشمال لليمين يحيى عطية الله، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، في الباك اليمين اكرم توفيق، وقدامهم مروان عطيه، امام عاشور، واحمد نبيل كوكا. قدامهم ثلاثي في الهجوم طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وسام ابو علي. اول حاجه الاهلي بدا بيضغط على العين. فرقه العين فرقه قويه جدا من الناحيه الهجوميه، ولكن الناحيه الدفاعيه بتاعتها مش قويه تماما. هنلاحظ في الدقيقه 6 بدايه الماتش كده، هنلاحظ ان مشكله الدفاع كبيره جدا 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 في العين. حسين الشحات واخد كرة من الطرف، كان معاه وسام ابو علي، وكان معاه لعيب تاني واقف في مساحه فاضيه برضو اللي هو طاهر محمد طاهر. هنلاحظ ان هو واقف فاضي، ومع ذلك حسين شحات قرر انه يعمل 1 2 مع اسامه ابو علي، وفي جوه خط ال 18 الاثنين بيقدروا ان هم يعملوا 1 2 عادي، وفي مساحه فاضيه. ففرقه العين على الناحيه الدفاعيه مش قويه قوي، لكن انا برضو مش بقلل من قيمه المجهود اللي عمله النادي الاهلي، لا تماما بالعكس. الاهلي عمل جيم كويس جدا، لان كولر قدر انه يستغل ضعف الفرقه اللي قدامه بحيث انه يقدر يلعب عليه، ودي حاجه تحسب لكولر بصراحه. مش بشوف ان هو فرقه العين كانت ضعيفه، لا بالعكس، فرقه العين قويه وقدرت انها تاخد دوري ابطال اسيا، وعملت ماتش قوي جدا مع الهلال عشان تقدر تاخد منه البطوله. فهي فرقه قويه على فكره، مش ضعيفه، بس هي عندها مشكله تقريبا متوفره في اغلب الفرق اللي موجوده في دوري ابطال اسيا، وهي ان هم عندهم القوه الهجوميه قويه جدا، ولكن القوه الدفاعيه مش احسن حاجه. فهنلاحظ برضو ان في كوره تانية في الدقيقه 12، هنلاحظ ان ناحيه اليمين بتاعه النادي الاهلي الدفاع بتاع العين مش شايفها اصلا. مدافعين العين في الماتش ده للاسف بيتفرجوا على الكوره او مستنيين الكوره تتلعب عشان يعرفوا يتحركوا فين. فعشان برضو نتكلم ونقول الصراحه، فرقه العين رغم ان دفاعها مش قوي، كمان لاعبتها يعني تحس ان هم ما كانوش برضو مركزين قوي. ولكن طبعا الاهلي عمل جيم هجومي محترم جدا، وعمل ماتش قوي جدا. طبعا وسام ابو علي جاب الجون الاول في الدقيقه 32، طبعا يحسب له ذكائه جدا، بان هو الراجل شاف المدافع مش شايف مين وراه من مين معاه، بيرجع الكره للجون بمنتهى الهدوء ولا كانه واقف لوحده. وهي اصلا كانت هجمه اصلا للاهلي واتقطعت. وسام ابو علي بيتحرك ناحيه الكوره ويروح شايطه في الجون بحيث انها تدخل الجون الاول في الدقيقه 32. طبعا انا لما بقول ان دفاع النادي العين ما كانش قوي، مش بقول كده كان انا ابرر ان الاهلي كسب بسهوله، او ان الاهلي كسب لان الفرقه اللي قدامه ما كانتش موفقه. لا بالعكس، العين كان لعب على فكره الماتش اللي قبله قبل ما يقابلنا وكسب فيه، وكان بيلاعب برضه بطل من الابطال بتاعه القارات، يعني مش فرقه تعبانه. فعشان اكون صريح برضه، العين فرقه قويه، بس احنا قدرنا ان احنا بالضغط بتاعنا العالي ان احنا نمنعهم ان هم يحضروا هجمات. الناس دي لو كانت راحت بهجمات كانت ممكن تاثر علينا بشكل كبير. الاهلي قدر انه يقرب خطوطه من بعض، وقدر انه يضغط على العين بحيث ان هو ما يسمح لهمش ان هم يحضروا هجمات. هاجي اتكلم على الدقيقه 54 وهدف امام عاشور. هدف امام عاشور ده احنا لما هنيجي نبص كده هنلاحظ ان امام عاشور من بدايه الكوره بيجري. هم اربعه من لعيبه الاهلي بيتحركوا بالكوره، في اربعه من لعيبه العين. الاربعه من لعيبه العين لو تبص على الثلاث مدافعين هم مش عارفين يتحركوا ناحيه لاعب، واقفين الثلاثه جنب بعض مترصصين، حتى ما فيش حد فيهم بيحاول انه يتحرك او يضغط على اللاعب اللي معاه الكوره. هنا بنلاحظ ضعف فرقه العين من الناحيه الدفاعيه بشكل كبير، وده اللي كولر قدر انه يلعب عليه. بعد كده الكرة بتتباصى على الناحية اليمين عشان تترفع وتتهيأ لإمام عاشور. لما تلاحظ إن الكرة وهي بتترفع إمام عاشور واقف فاضي جوه منطقة الجزاء، ولا كأنه واقف في نص الملعب. فعشان أكون صريح معاك، فرقة العين ما كانتش مركزة دفاعيا، بس يحسب للأهلي إن هو قدر إنه يضغط عليها بحيث إنه يوصلها للمرحلة دي. وبعد كده إمام عاشور بيحط الجون في الدقيقة 54. طبعا الجون الأخير بتاع عمر كمال عبد الواحد اتحرك فيها بالكوره والمدافع قدر انه يمسكه، وبعد كده عمر كمال بيقع وبياخد منها ركله جزاء بيسجلها محمد مجدي قفشه. طبعا كانت برضو كوره كويسه برضو من عمر كمال عبد الواحد، يحسب له ذكائه في الحركه وقراره الصح بانه يحط جسمه قصاد اللعيب عشان اللعيب يضطر ان هو يشده فياخد منه ضربه جزاء او يسيبه انه يعدي بحيث انه يهيأ له الزاويه عشان يقدر يشوط. الماتش عامه كان ماتش رائع،
للنادي الاهلي. قدر النادي الاهلي يلعب جيم محترم جدا قصاد نادي العين، وقدرنا الحمد لله ان احنا نطلع بالمكسب، وده اللي احنا كنا منتظرينه من كل ماتش في البطولة ديت، بحيث ان احنا ان شاء الله نوصل للنهائي ونقابل ريال مدريد. عامة تحليل ماتش العين ما كانش فيه حاجات كتير فنيا نقدر ان احنا نتكلم عليها غير النواحي اللي انا اتكلمت عليها فيها. انا تقريبا مش شايف ان في حاجة فنية تانية مختلفة ممكن اتكلم عليها. عامة وفي اخر الحلقة طبعا الف مبروك للنادي الاهلي، وكان معكم مصطفى احمد من كورة تتش. شكرا جدا ليكم.